العريس اللي جاله ضيف من عالم تاني ليلة فرحه. قصة رعب حقيقية هتخليك تنام والنور مولع. ليلة فرحة كانت حلم بيستناه من سنين. الكل كان فرحان، الزينة مالية الشارع والمزيكا مدوية في السما، لكنه ما كانش يعرف إن اللي جاي مش فرح، دي كانت جنازة مستنياها من سنين. بعد ما خلص الفرح ورجع هو وعروسته الأوضة، الباب خبط. استغرب مين هيجي في الوقت ده. فتح الباب لقى راجل غريب لابس بدلة سودة ووشه شاحب كأن ما فيهوش نقطة دم. قال له بصوت بارد: أنا جاي أبارك لك وارجع اللي ليا. العريس ضحك باستغراب: هو حضرتك مين؟ الراجل قال له: أنا كنت هنا قبل ما اتولد، بس اللي أخدته لازم يرجع دلوقتي. وفجأة العريس حس بإيده بتتشل وبرود بيسحب في ظهره. العروسة صرخت وقالت: وشه مش طبيعي. الراجل كان بيبتسم بس من غير ما يتحرك وشه، ابتسامة ثابتة كأنها مرسومة بنار على جلده. العريس حاول يقفل الباب لكنه ما اتحركش، وبدأ يسمع صوت همسات جاية من الأوضة، همسات كتير كأن في ناس كتير بتتنفس حوالينه بس مش باينة. الضيف دخل ومشي لوحده ناحية السرير وبص على العروسة وقال لها: كنت المفروض تكوني ليا من الأول، بس هو سبقني وده مش عدل. في اللحظة دي النور قطع والدنيا اسودت وكل حاجة سكتت، وبعدين سمعوا صوت صرخة واحدة بس مش من العروسة، من العريس. ولما النور رجع العروسة كانت مرمية على الأرض بتعيط، والعريس واقف بس وشه ما كانش هو. عينه بقت سودة تمام وابتسامته بقت نسخة من الضيف اللي اختفى فجأة كأنه عمره ما كان هنا. والكارثة إن الضيف ما مشيش، الضيف كان هو. من وقتها العروسة اتحبست في مستشفى نفسية وكل يوم بتصرخ نفس الجملة: العريس ده مش هو، ده اللي جه ياخده ولسه مستني العروسة. ولو عجبكم الفيديو قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مملكة الرعب.